امبارح شفنا فضيحة كالعادة، طبعا طرفها التحكيم والطرف الآخر طبعا بمناسبة عيد الحب وعايزين يهدوه هدية هو نادي الزمالك. امبارح إبراهيم نور الدين فعلا فضيحة فضيحة فضيحة. طبعا نزل خبر بإيقاف إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى. طبعا إبراهيم نور الدين دلوقتي قاعد في البلكونة بيشرب شاي بالنعناع وحاطط رجله على السور ومتمزج، لأن هو عارف إن الإيقاف ده هيتعوض له من جهة ما وليس الزمالك، اللي هو هيقبض الفلوس اللي عمل بيها المجهود الجبار امبارح بتاع، يعني لو واحد بجح، لو واحد عنده فجر، لو واحد فاجر، لو واحد جاحد مش هيقدر ياخد القرارات اللي اخدها ابراهيم نور الدين امبارح. طيب عشان اللي ما حضرش ولا اتفرج على الماتش امبارح، المباراه بدات ما بين الزمالك وسموحه في الدوري. سموحه في اول دقيقتين يحتسب ليه ضربه جزاء، عبد الشافي عرقل الولا، والمفروض اللي عبد الشافي اصلا يتطرد. وضربة الجزاء ديت لو اتحسبت كان هيبقى 1-0 لسموحة. سموحة ركب المباراة يا عم الحاج. ايه اللي حصل؟ حسبها؟ لا، قال لك مش واخد بالي. طيب يا عم مش مشكلة، زمن مش اخد بالي ده انتهى، تعالى في فار. الفار قال له تعالى، راح رايح قدام الشاشة، تحس ان هو كان بيتفرج على فيلم رعب. بطله سيادة المستشار، قال له يا هيمو هتحسبها؟ قال له لا مؤاخذة سيادة المستشار. راح رايح قال لك لا ما فيهاش حاجة، كمل الماتش ما فيش اي حاجة. طب ازاي يا عم؟ قال لك ما فيهاش حاجه، انا شايفها ما فيهاش حاجه، هتعميني يا هرم. خلاص يا عم العب العب يا معلمي. ما فيش 10 دقايق الزمالك الحاج شيكابالا الله يرحمه رايح بيعرض الكره، جت في دماغ الولد بتاع سموحه بشعره، مش في ايده ولا لمست ايده اساسا. المهم قال لك ايه؟ ضربه جزاء. يا عم لا، انت بس ايه ما خدتش بالك، روح شوف الفار. حاضر. راح رايح واقف قدام الشاشه، طبعا الفيلم الرعب اللي بطله مين؟ مرتضى منصور. قال له ايه يا ايمو ضربه جزاء؟ قال له ايوه باينه ايه في ايده يا ريس، هروح احسبها لك. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ راح حاسبها، ضاعت ضربه الجزاء. لعيبه سموحه احتكت على، يعني انا محتاج على ده مش ضربه جزاء. راح مطلع انذارات يا معلمي، يلا خدوا انذارات. حجم اللعيبه بتاعت سموحه بعد ما كانت سموحه اللعيبه بتاعتها معنوياتها مرتفعه وماسكه الماتش، وكانوا هيجيبوا ضربه جزاء ويطرد لاعب من الزمالك ويلعبوهم ناقصين واحد وخسرانين كمان 1-0. لا ده بقى 0-0، واللعيبه كمان اخذت انذارات عشان ما تعرفش اساسا تلعب. اتحجمت خلاص اللعيبه. هات بقى بزراميط الجون الاول، في الجون الثاني، في الجون الثالث، خلص الشوط، خلصت المباراه، خلصت ال3 نقط راحوا للزمالك. ونزل خبر اصلك ابراهيم نور الدين غلطان وتوقف لاجل غير مسمى. المشكله بقى مش هنا، المشكله اللي هو توقف ليه؟ عشان عمل مداخله تلفزيونيه عبر التليفون، يعني عبر الهاتف في التلفزيون، وهو اساسا الحكام مش مسموح لها. احيه على الفضايح والعهر والفجر التحكيمي اللي احنا عايشينه. انا مش هقول لك اداره الاهلي بس، اداره الاهلي، اداره بقى الاتحاد، اداره اي فريق في الدوري المصري، فيوتشر بقى، الاسيوطي، اي اداره. هل انتوا عاجبكم الكلام ده؟ لو انتوا عاجبكم الكلام ده يبقى احنا عايشين في، يعني في اسوأ مراحل كرة القدم. عمرنا ما هنتقدم، عمرنا ما هنقدم. ايه يعني الزمالك سابع تامن تاسع؟ ايه يعني؟ هو عشان الفريق كل جولة بينزل درجة تيجوا انتوا بالاسانسير تطلعوه عافية؟ حسب الله ونعم الوكيل.